ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعنا مع بعض بقى بفيديو جديد، وهنعمل مع بعض النهارده حاجه كمان حلوه قوي في الدايت. تقدري ان انت تاكلي كل حاجه في الدايت باذن الله، كل حاجه هناكلها في الدايت مع بعض. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي والقراقيش، حلوه جدا جدا بطريقه سهله وبسيطه ومن غير سعرات حراريه كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت حابه تاكلي اكل صحي تابعيني. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف عملناها ازاي بدقيق الشوفان، حلوه جدا. متنسونيش بقى في اللايك عشان نقدر نوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتنا عباره عن كوبايتين دقيق شوفان. انا بحب ان انا اجيبه الحبه كامله واطحنه انا في البيت. هحط على اول كوبايه معلقه شمر ومعلقه ينسون، وهضربهم كده واطحنهم مع اول كوبايه. تمام. او تكوني طحنه الكوبايه الاولانيه لوحدها والكوبايه التانية بقى تروحي حاطه عليها اللي هي الشمر واليانسون. انا كنت طحنه كوبايه وادي الكوبايه التانية اهي. كده كوبايتين دقيق شوفان. تمام. هنحط عليهم بقى معلقه خميره كبيره ومعلقه بيكنج باودر وكيس سكر اللي هو بتاع الدايت. ما عندكيش ممكن تحطي معلقه عسل نحل. تمام. وهحط ذره الملح علشان خاطر ايه الطعم يتعدل. وهجيب كوبايه زبادي 100 جرام هحطها. هقلب كل دول مع بعض. هجيب بقى يا اما ربع كوبايه زيت يا اما 4 معالق سمنه فلاحي. تمام. لو ما عندكيش سمنه فلاحي يبقى تحطي ربع كوبايه زيت ذره. خلاص كده. وهتقلبي كل دول كده مع بعض. هنجيب بقى اول حاجه ربع كوبايه ميه فاتره وهنزل بيها. لازم الميه تكون فاتره علشان الخميره طبعا بتاعتنا. وهنزل بيها كده واشوف العجينه بتاعتي. لقيت العجينه لمت وتمام خلاص مش هحتاج ميه تاني. انا خدت معايا ربعين، ربع كوبايه في ربع كوبايه. اهم حاجه تبقى العجينه معاكي طريه وتكون فيها سنه تلزيق كده صغيره خالص. ما تكونش العجينه ناشفه. لو لقيتي العجينه ناشفه اهم حاجه تخلي ال4 معالق السمنه متوازيين. المعلقه اللي انت بتاكلي بيها وتكون سمنه فلاحي. ما عندكيش سمنه فلاحي يبقى تحطي ربع كوبايه زيت ذره. لو انت بتحبي زيت الزيتون ماشي، بس انا عن نفسي في الحاجات دي ما بحبش زيت الزيتون. تمام. يبقى زيت ذره تحطيه فده هيبقى كويس وتمام معاكي. هقلب بقى الحاجات كلها كده مع بعضها كويس، وبعدين بقى هبدأ ان انا اعجن فيها. اعجني فيها كده 10 دقايق وبعدين هنسيبها ترتاح لمدة ساعة عشان هي فيها دقيق شوفان بس. سيبي العجينة ترتاح كده لمدة ساعة. حتى لو ايدك وجعتك كده من العجينة سيبيها وارجعي عجني فيها تاني وسيبيها بقى لمدة ساعة كاملة. هتبصي تلاقيها معاكي ظبطت وبقت كويسة خالص. حتى لو لقيتيها السوائل فيها يعني زادت معاكي سيبيها هتتظبط معاكي. انا حطيت كده ربع كوباية المية التانية وبدأت بقى ان انا اعجنها لان انا لقيتها ناشفة معايا. هعجن بقى فيها كده وبعدين هروح سايباها بقى كده لمدة ساعة. بعد الساعة نبدأ بقى ان احنا نشكلها. اعجن فيها اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى خلاص لمت معايا كده وسابت كل حاجة في البولة ولمت. هلمها بقى كده انا وهغطيها واسيبها بقى لمدة ساعة كده براحتها. وبعدين ارجع بقى ان انا اشكلها. لما تيجي تشكليها لقيتيها بتشقي معاكي بتفتح معاكي في حتة سنة فرولة، ما تشغليش نفسك خالص عادي. كملي وشكلي زي ما انتي علشان دي بتبقى دقيق الشوفان. طبعا ده دقيق شوفان مش محطوط معاه حاجة خالص. بصوا قبل بقى ما اغطيها اديتها كده بخة من الزيت عشان بس الوش ما ينشفش زي اي عجينة. وخلاص بقى كده عدى الساعة هبدأ بقى ان انا اشكل فيها. بصوا بتشق عادي ما فيهاش اي حاجة. ما تشغليش دماغك بس بصي طرية وعاملة ازاي. هبدأ بقى ان انا اخدها وهعمل بقى زي اقراص كده واحشيها جبنة. والباقي بقى هروح عاملاه القراقيش الطويلة. حلو جدا وطعمها حلو قوي وريحتها حلوة وتاكلي منها زي ما انت عايزة بجد. يعني بصراحة طعمها خطير. الحجم اللي انا هعمله ده فيه زي 90 سعر حراري كده. انتي لو هتكبري القرصايه مثلا وهتخليها اكبر فهتبقى هتوصل ل103 سعر حراري. انما انا عملتهاش كبيره، عملتها كده حجمها حلو كده يعني مش كبيره ولا صغيره. هتشوفوها في الاخر. 90 سعر حراري مش حاجه. تاخدي منها 2 3 في الفطار مع كوبايه شاي بلبن مع كوبايه شاي ساده بجد حلو قوي. جربوها وهتاكلي كل حاجه في الدايت ومش هتقولي لا انا مش هاكل حاجه. اهو بصوا الحجم ده كده. هي كده مش كبيرة حلوة وحشيتها حتة جبنة صغيرة. جبنة كمان بالفلفل بجد طالعة طعمها حلو قوي. هبدأ بقى ان انا اشكل القراقيش بتاعتي. فقلت رحت بقى قبل ما احط العجينة اديتها بخة زيت كده بس عشان انا هفرد عليها وهقطع عليها وهعمل كل حاجة عليها.
قطعيها بقى وشكليها زي ما انت عايزة، قطعيها بالسكينة، قطعيها بقطاعة عندك، ممكن كمان تحشيها اللي يريحك. هي حلوة جدا ومشبعة، وتقولي ان انت هتاكلي منها كتير في الفطار، لا بالعكس، انت مجرد ما تاخدي قرصاية واتنين من القراقيش هتلاقي ان نفسك شبعتي مع كوباية الشاي بلبن. بجد حلوة قوي، وحاجات حلوة كتير هنعملها في الدايت، علشان الناس تاكل كل حاجة براحتها. هنعمل كل حاجة زي ما بنعملها بالدقيق الابيض، بس هنعملها بقى بحاجات صحية، بان انت تقدري تاكلي قرص، تاكلي قراقيش، تاكلي كحك، تاكلي كل حاجة ان شاء الله. بس تابعوني والله هعمل وصفات حلوة جدا. انا بفيد نفسي وبفيدكم كمان، والناس اللي عندها مقاومة انسولين. الحاجات دي حلوة جدا لو انت بتحبي تاكلي مخبوزات، فهتاكلي الحاجات دي وانت مبسوطة. كملوا بقى معايا الفيديو وشوفوها بقى في الاخر هتبقى عامله ازاي. هدخلها على درجه حراره 190، الرف اللي في النص، تاخد لون من تحت، وبعدين تشغلي الشوايه، ما بتاخدش وقت خالص. حلوه جدا وسهله وبسيطه، وكمان في الدايت مش ما فيش حرمان، هناكل كل حاجه، ما بقاش زي الاول. لا دلوقتي تقدري تاكلي كل حاجه في الدايت، بس ما تكتريش من دقيق شوفان، عشان كل حاجه برضو وليها اضرارها. خلينا كده في المعتدل، بان احنا يعني مش على طول ان احنا نستخدمه، في حاجات تانية بدائل. خلاص كده بقى اهو، كمان خرمناها بالشوكة عشان نديها الشكل بتاع القرص. وهدخلها بقى كده الفرن زي ما قلت لكم، مسبق التسخين على درجة حرارة 90. طلعت بالحلاوة دي. شغلت كده تحت شوية، وبعدين لقيتها احمرت، رحت مشغلة الشواية سخنة مولعة، وطالعة ريحتها بقى الشمر واليانسون فيها ايه، حلو قوي قوي. كمية طالعة حلوة جدا طبعا من كوبايتين دقيق شوفان. لو انتي حابة تحطي كوباية دقيق حبة كاملة وكوباية دقيق شوفان مفيش مشكلة خالص، بس انا حبيت ان انا اعملها بالشوفان كامل لان الشوفان مشبع. فاحنا عملنا الكمية دي، فالكمية دي ممكن تقعد معانا كده بتاع 3 ايام 4 ايام. حلوة جدا طبعا. انتي هتحسي زي ما قلت لك ان انتي هتاكلي منها كتير، لا بالعكس، انتي مجرد ما هتاخدي 2 او 3 منها فخلاص انتي هتشبعي. السعرات الحرارية فيها قليلة زي ما قلت لك. الحجم ده القرصة السعر الحراري فيها 90، والقراقيش دي السعر فيها 70 او اقل كمان. فهتحسي ان انتي اكلتي اكل صحي، وحاجات كمان صحية داخلة جسمك مع كوباية الشاي بلبن الصبح. بجد يعني فطار حلو قوي، تغيير. اتمنى بقى ان شاء الله تجربوا الوصفة، ولو انتي اخدتي القرار وبدأتي ان انتي تقللي في اكلك، تابعيني واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل وصفة حلوة بنزلها في الدايت، وهناكل مع بعض كل حاجة ومش هنتحرم من اي حاجة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.